طبعا احنا النهارده نزلنا الشارع، طبعا اللي كسب معانا التوقع بأمر النتيجة والاهلي بكره الاهلي هيكسب بكره، الاهلي هيكسب 2-0. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ هنكسب بكره ان شاء الله. بكره هنكسب ان شاء الله، عشان الطعميه من المره اللي فاتت مش هتشطه. وايه اليوم الحلو ده؟ ايه الشطه الجامده دي؟ النهارده عملنا حاجه جديده. النهارده نزلنا بقى في قلب الشارع. نزلنا في قلب الشارع، الناس شوف قالت ايه. طبعا صاحب الجايزه بتاع المره اللي فاتت اديناها له، عشان خاطر يبقى احنا كلامنا صدق. تمام. تعال بقى نشوف النهارده الناس في الشارع، في قلب الشارع، قالت ايه. عشان النهارده الاهلي اداهم ثقه ودافع جامد ان الناس تقول نتيجه. عايز اقول لك ان في واحد قال الاهلي هيكسب 5-0. النهارده واحد قال ان الاهلي هيكسب 5-0 عشان الاهلي اداهم في الكبسه. النهارده نزلنا الشارع والبنزين ايه، نسال بقى الناس الجمهور بتاع الاهلي. احنا في الشارع طبعا وبنسال طبعا الناس. فالاهلي هيعمل ايه بكره؟ ان شاء الله الاهلي فريق كبير باذن الله وهيكسب باذن الله. ودايما مش هتفق فريق الاهلي زي ما شفنا طبعا، زي ما عمل مع اتحاد جده. واتحاد جده في فرق، في لاعيبه كبيره طبعا. تمام. وشفنا الاهلي عمل معاهم ايه. الشناوي طبعا شال ضربه جزاء من عمنا برضه كريم بنزيما حبيبي برضه. ده الاهلي هيعمل ايه بكره؟ يكسب كام؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. احنا مش طماعين. مين اللي هيجيب الاجوان؟ 2-0. حسين الشحات ان شاء الله. امام عاشور. امام عاشور، عشان امام عاشور فتحت معاه. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب. ان شاء الله يكسب 2-0. زي ما انتم عارفين الراجل طبعا اللي كسب معانا التوقع بين اتحاد جده والاهلي، بس انا مش عارف هو جاب التوقع ده منين بصراحه. انت جبت التوقع الجامد ده منين بقى؟ انا كنت حاسس ان الاهلي هيعملها عشان جمهور الاتحاد استفزنا والطعميه جدع والكبسه ادي اكنهم الطعميه سخنه. جدع. الطعميه كانت مش هتشاطه. طعميه بس توقع. انا مش انا ذات نفسي يا احمد، انا كنت عارف ان الاهلي هيكسب بس مش 3-1. لا الاهلي معروف ان هو مثلا في الاوقات دي بيعمل سكور، وحسين الشحات لعيب عالمي، هو لعيب مونديالي. انا كنت حاسس ان هو هيجيب جول اصلا. تسلم. ايه رايك في امام عاشور؟ لا امام عاشور قيمه الكره المصريه. تسلم يا نجم. اتفضل يا عم احمد. ودايما بقى متوقع معانا الاهلي هيعمل ايه بكره؟ الاهلي هيكسب بكره 2-0. 2-0. مين اللي هيجيب الاجوان؟ حسين الشحات وكهربا. حسين الشحات وكهربا. مبروك يا عم احمد. الاهلي بكره هيكسب بكره 2-0 3 2-1 حاجه كده، ما تخافش من حد. الاهلي هيكسب 2-0 عشان الاهلي دايما معودنا ان هو يكسب، ان هو فريق بطولات وكده. ان شاء الله هنكسب وهنعدي ونوصل. الاهلي بكره هيكسب 5-0. 5-0 عشان يجي يشتروا كتب من عندنا ويتعلموا يابا. ب 35 جنيه. خلي الفقير يتعلم. بعنا الكتاب ب 35 جنيه وبأقل بربع الثمن. اقل بربع الثمن. بحب الاهلي يكسب عشان البلد، فرق البلد. 2-1 ان شاء الله بكره الاهلي ان شاء الله. بأمر الله هنكسب 2-1 ان شاء الله. 3-4-5 كده. احنا الاهلي. شفنا طبعا الناس قالت ايه، وشفنا الناس في الشارع قالت ايه. عملنا حاجه جديده وعملنا حاله جديده عشان كله بعد كده هيغني ايه الشطه الجامده دي. بعد كده ده الشعار بعد كده بتاع ايه، بتاع الشطه، بتاع الطعميه المشطشطه. وشفنا الراجل الهديه اللي احنا اديناها له. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الاهلي يكسب بكره ان شاء الله باذن الله. وانا قلت لكم قبل كده الاهلي ان شاء الله هيكسب وهيعمل نتيجه كويسه. ان شاء الله الاهلي هيكسب بكره باذن الله. وتوقعاتكم وانا مستني التوقع، عشان اللي هيتوقع طبعا انتوا بتشوفوا اللي بيتوقع بنديله هديه. والناس في الشارع قالت ايه. تمام. ومستني التعليقات بتاعتكم في التوقع، ونشوف الدنيا، ونشوف ان شاء الله الماتش بكره باذن الله هيبقى عامل ازاي. والفرقه البرازيليه فرقه برضو مش وحشه، فرقه كويسه. بس الاهلي ايه، الاهلي الجامد ده، ايه اللي هي الجامده دي. ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله، ومستني توقعاتكم.